في الماتشات اللي هو كان عاوز يهاجم فيها كان بيلعب بركات يا عم ما هي الحاجات دي رجع الراجل قال لك دي كانت اخطاء. لا ما فيش حاجه اسمها يعني هو كان شايف ان غلط ان لعب محمد عبد الله عليه، وكان غلط ان هو مشاه من الاهلي. انا ليا الواقع ان ده اللي هو طول ما هو كان بيلعب كان في لعيبه بتلعب عليه. على فكره انا مش بقلل من اسلام الشاطر. حارس المرمى كنا عملنا بروفا بقى، طب بنعمل بروفا دلوقتي طيب مش فاهم المشكله. مجموعه لعيبه محليين سواء في كلهم بعد سنه 2000 ومعظمهم عليهم خلاف. انت بقى شايف ان لا فلان احسن من فلان، فلانه مش احسن من فلان، بس مش النجوم اللي هي يعني ايه طلعنا الحضري، طلعنا وائل جمعه، طلعنا ابو تريكه، طلعنا حسام حسن، طلعنا النجوم اللي هي مقفله المراكز بتاعتها، ابراهيم حسن في الباك رايت مش عارف ايه، علشان احنا عايزين نشعل الخلاف مش نوقده. بالظبط كده. انت واخد بالك معايا؟ كيف احوالكم يا شباب؟ والله انت عايز توصل بدري دوبي واصل ده حقيقي. حلقه تحليل كل اسبوع للدوري السعودي. والله فكره والله ما قصرت. رغم مباراه مع عسل. النهارده يا جماعه هنبتدي سلسله حلقات جديده ومختلفه، ويعني ان شاء الله احنا متعودين نعمل اللعبه دي كده مع بعضينا ونستمتع بيها، وبدات تجيلنا جرأه كده ان احنا نشارككم معانا في الموضوع ده، فنبتدي نشوف كده مساحات الجدل اللي هتطلع بقى والشغل ده، ونصبر عليها الجرأه. هو بس فكره جرأه مع الجمهور مش اكتر. خلي بالك حوالي 25 قضيه دوليه على 12 قضيه محليه يعني. موضوع الحلقه ايه بقى؟ موضوع الحلقه علشان الناس تبقى متابعين معانا كده، صحصحوا معايا. شفت بتعصب ازاي عليهم؟ فوق لي كده يا ابويا وركز معايا في الكلام اللي انا بقوله. اتعشم ان حضرتك تكون قاعد مريح دماغك كده وايه فايق تسمع شويه الكلام الفارغ اللي احنا هنقوله ده، اللي هو التشكيله وذا بيست ومين احسن لعيب وحضري ولا شناوي ومش عارف ايه. معظم اللعيبه بمعظم المقارنات بمعظم القصه دي تحسها الى حد كبير اتهرست يعني. فاحنا بقى اللي احنا هنعمله ايه بقى في حلقتنا وسلسله حلقاتنا اللي جايه اللي هي مسمينها ايه؟ تقييمات بره الصندوق. تمام. سلسله حلقات تقييمات بره الصندوق، ان احنا هنختار في الحلقه بتاعت النهارده مجموعه لعيبه محليين سواء في كلهم بعد سنه 2000 ومعظمهم عليهم خلاف. انت بقى شايف ان لا فلان احسن من فلان، فلانه مش احسن من فلان، بس مش النجوم اللي هي يعني ايه طلعنا الحضري، طلعنا وائل جمعه، طلعنا ابو تريكه، طلعنا حسام حسن، طلعنا النجوم اللي هي مقفله المراكز بتاعتها، ابراهيم حسن في الباك رايت مش عارف ايه، علشان احنا عايزين نشعل الخلاف مش نوقده. بالظبط كده. انت واخد بالك معايا؟ انت قاعد تتكلم مع اصحابك على القهوه على 2 3 لعيبه دول، اكيد لو انتوا 5 6 عمركم ما هتتفقوا على واحد فيهم، مستحيل. تلاقي كل 3 كل واحد اختاروا واحد منهم شويه وعمره ما يكون فيهم اتفاق ابدا. الخناقه بتاعت هو 4 من 10 ولا 6 من 10 ولا 8 ولا 3 يعني يستاهل اصلا ولا لا؟ ده موضوع بقى مفتوح ليك انت بقى تقدر تشوفه يا عم اوزو. كده انت وصلت لمستوى اوزو. اي حد اللعيبه دي ما اعرفش اصلا نتكلم يعني ازاي هنجرؤ ونتكلم معاك على مستوى اللعيبه دي بصراحه. الصراحه فعلا بعد ما شتم في مبابي اجي اقول له انا ما علينا هنيجي للاسامي بالظبط يعني. طيب علشان نخش في حلقتنا اهم حاجه بنفكركم بالدعاء طبعا لاخواتنا في غزه وبالتبرع وبالمقاطعه وبان هم يفضلوا على طول في بالنا رقم 1. وطبعا لينا احنا بقى يعني مصلحه لينا بعد اذنكم اللايك والشير والسبسكرايب ويعني ايه مع بعضينا كده يا جماعه عشان بس الدنيا تمشي. شجعونا عشان احنا محتاجين الحكايه تفك شويه. نشجع عشان نديكم كمان ايه ومش عايزين نقعد بقى ندفع في بروموشنز والكلام اللي بالكم فيه ده، فيعني نشد حيلنا مع بعضينا يعني نقرب المسافات على بعض. طيب جاهزين؟ يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله. متجمعين في حلقة جديدة ويا رب دايما متجمعين في خير وعلى خير إن شاء الله. وحلقة جديدة من سلسلة حلقات أو الحلقة الأولى من سلسلة حلقات تقييمات بره الصندوق. هقول اللعيبة مركز من حقك تختار لاعب منهم أساسي وتختار لاعب منهم احتياطي وواحد هتقول لا أنا ماليش دعوة باللعيب ده. ماشي. اللي هنختلف عليه هو ده بقى اللي هنبتدي إيه نتشاجر فيه. ماشي. ليك طبعا مش 11 مركز في 11 لعيب احتياطي، لا ليك 5 بس احتياطي. اوكي. فالاحتياطي مش كده اهو يعني من 11 مركز بالمدرب اللي هم ال 12 ده المدرب بقى موضوع تاني. المدرب ما فيهوش احتياطي. ال 11 مركز هنختار منهم 5 احتياطي بالظبط. المرمى نادر السيد ولا شريف اكرامي ولا احمد الشناوي وليه؟ يعني بما تفسر وعلل وكل الحاجات دي اذكر مع حفظ الالقاب للكل والكباتن المحترمين الاحترام الشخصي ولا الاحترام الشخصي بغض النظر عن الاراء الفنيه. فنيات في الكوره. ايه رايك في الدباجه يا معلمي؟ الله ينور عليك. الله ينور عليك. احنا هنا مش طيب جاي ناخد الذنوب يعني. لا يا عم بعد الشر علينا. ترتيب كده قصقص ديربو روجو بعدين ديربو روجو قصقص بعد كده روجو قصقص ديربو. ماشي حلو كده؟ عادل. ماشي. منتهى العدل والله الصراحه والله منتهى العدل. يلا يا اوزو حارس المرمى. كنا عملنا بروفا بقى، طب بنعمل بروفا دلوقتي طيب مش فاهم المشكله.
انت قول لي ايه اللي موقفك نادر ايه دلوقتي؟ السيد ايوه ولا الشناوي أيوة. ولا شريف اكرامي؟ نادر السيد طبعا. طبعا نادر السيد، مع احترامي لاكرامي ومع احترامي لاحمد الشناوي، فرق الخبرات وفرق البطولات و فرق الفنيات كمان. ماشي. ماشي. العبد لله. نادر السيد برضه. نادر السيد برضه ليه؟ طلع فيه اجماع اهو. ما شاء امال الله. احنا بنعمل ايه؟ الحلقه دي طب مين الاسوأ؟ فنيا. مين الاسوأ فنيا في الثلاثه؟ فنيا. فنيا يمكن كده تكون فيها مسار جدال شويه. ثلاثه. احمد الشناوي. لوجو. هو الشناوي وشريف اكرامي هما بروفايل واحد، فهم يعني مش هما الاثنين. قول الاسم وبعدين علل. قول الاسم وبعدين علل. لا شريف اكرامي. شريف اكرامي الاقل فنيا. اقل فنيا من الشناوي. وانا اتفق مع روجو. طب اشمعنى؟ طب ما احمد الشناوي انا في نقطه فنيه في احمد الشناوي، هي مش فنيه، هي نقطه ان هو راجل اصاباته كتير. اصاباته كتير. ماشي. وبيخاف من الجمهور، ودي لاحظها يعني جمهور الزمالك ولاحظها كل المتابعين حتى مع بيراميدز. صح. هو للاسف عنده رهبه. ترد عليه ولا ارد انا؟ هرد عليه في نقطه. رد. هو انا حتى بدات كلامي قلت لك ايه، هم فعلا فنيا مش فارقين قوي عن بعض، بس ماشي. انا عارف ان الشناوي اه هو عنده احسن من كده، بس هو مش عاوز يوصل له. لكن شريف معاك. هو ده التوب بتاعه، مش فنيا اعلى من كده. الشناوي لو كان اشتغل على نفسه او راح فريق عاوز يشتغل عليه كان ممكن يعلى فنيا اكتر من كده. ما اعرفش هو ليه وقف وما كملش، يعني حتى كان طالع اقوى من محمد الشناوي بس وقف عند حد معين وما رضاش يكمل التطور بتاعه، فده اللي خلاه بقى فنيا مش اعلى حاجه. مش اعلى حاجه. عشان كده اخترت ان هو عنده احسن من كده بس هو مش عاوز يوصل. اوكي. لا انا عايز اقول بقى كلام شديد شويه. قول. انا لو خيرتني بين اي حارس من الحراس اللي اساميها معروفه دي كلها وبين شريف اكرامي هختار الحارس ده وانا مغمض. مين؟ اي حارس. اي حارس. اي حارس اصلا. اي حارس. شريف اكرامي اتحط في الظروف. بس انا بحب الراجل ده. ما احنا قلنا بقى آراء. احنا قلنا بقى لا ما ترجعناش تاني. دماغه حلوه. ما ترجعناش تاني. احنا بنتكلم فني. ماشي. انا بكلمك ان الراجل ده خد كل الظروف، مش سنه واتنين، بالعشر سنين ان هو يبقى حارس. بالظبط. مش هقول لك كويس، هقول لك عادي، ومع ذلك من اول سنه لاخر سنه انت بتخسر نقط في الدوري بسبب حاجات عجيبه جدا. بتخسر ممكن جون في نهائي افريقيا بطريقه غريبه، يعني كور ما تدخلش في حارس مرمى محترف، ده رايي. وتكرارها انت ممكن تلاقي اي حارس ليه زله اتنين، انما تكرارها غير طبيعي. ومساحه اللقطات انت لما تيجي مثلا، يعني انا قلت في مره جايز اكون ظلم، طب ما اشغل فيديو كده افضل تصديات شريف اكرامي، الا لما تلاقي واحده اللي هو ايه يعني يا ابن اللعيبه. ماشي كور كويس، تصديات حلو، ماشي ما قلناش حاجه، مش بطال، بس حارس النادي الاهلي 10 سنين دي فيها كلام. والفريكونسي او تكرار اللقطات ما بالظبط كل قد ايه تكرار غير طبيعي. أيوة. غير طبيعي. فلا ننقل على الباكات. يلا. ماشي. اسلام الشاطر ومحمد هاني وعمر جابر. انا بالنسبه لي اختار هي صعبه. لا سهله خالص. هي بالنسبه لي صعبه بس يعني اميل لاسلام الشاطر. لوجو. محمد هاني. محمد هاني. ياه ده انت الاهلاويه قبل الزملكاويه هيهاجموك. هياكلوك. يعني الاهلاويه قبل الزملكاويه. استنى اما نشوف هيقول ايه. اسلام الشاطر. اسلام الشاطر انت معايا في الراي. يعني طب انا هجيلك ماشي. بس اللي انت ما قلتش عمر جابر. عمر جابر قعد للاسف فتره كبيره جدا، يعني هو كان بادي بدايه حلوه جدا حلو سواء مع الزمالك ده او اللي مع حيرني. منتخب الشباب. صح. تمام. في فتره عمر اختفى. جابر دخل في طي النسيان، ماشي. وكان شغل قريب من الجمهور، لجمهور الزمالك والالتراس و تمام. قعد فتره بعيد جدا عن مستواه، وحتى لما جه الزمالك ابتدى نشم ريحه عمر جابر بتاع زمان يا دوب السنه دي، وده طبعا يعني تحيه ليه عشان هو عمل فعلا السيزون ده وقف على رجله. عمل وقف رجله فعلا. تمام. بس للاسف هو ضيع جزء كبير قوي من مسيرته في ظهور باهت. انا بيتهيألي كمان حتى الظهور اللافت ليه قوي مع فييرا كان في مركز
اللي هو زي 8 في نص الملعب. شويه كان بيتوظف كتير في نص الملعب طبعا. كان فيريرا بيلعب بس دي 4-3-3. تحسب له ان هو لاعب بيعرف تقدر توظفه في كذا هو مركز فيريرا زي فتحي مثلا. ما هو بس هو طول خلي بالك دي بدايته اصلا كمان، يعني هي دي كانت بدايته كمان منتخب الشباب لو تفتكر. جيل محمد ابراهيم ده محمد تقريبا. صلاح. صراحه محمد صلاح ومحمد ابراهيم. ومحمد كان بيلعب في إبراهيم نص الملعب. كان فيريرا هو اللي نقله كان بيتقدم اكتر. لا كان يعني حته ان هو بيتقدم كتير قوي في نص. ليه بقى محمد هاني؟ ليه محمد؟ معلش انا اسف. ليه محمد هاني؟ طب وليه مش محمد هاني؟ يعني ليه محمد هاني داون ريت؟ سؤال بس سؤال بس عايز اساله. مظلوم قوي كده. ليه فعلا ليه في تحامل عليك؟ سؤال عايز اساله بجد ومش عارف الاجابه. هو محمد هاني عنده كام سنه؟ محمد هاني اعتقد 27 سنه. طيب مش كبير شويه على ان كلنا مقتنعين ان انت ليه ما بتستويش؟ كبير على انه هو محقق ده بيستويش. ان هو اي مدرب بقى. بيجي الاهلي بيلعبه اساسي، ماشي، وراجل بيلعب في سكواد اهلي مع لا وبيلعب مع منتخب مصر اساسي. ما لسه جاي لك كمان بيلعب في سكواد اهلي اللي بيحقق بطولات افريقيا. اصلا انت ممكن تلعب اساسي مع فريق ما بيعملش حاجه، ماشي. انت بتلعب في سكواد اساسي بيحقق بطولات افريقيا ودوري، يعني معنى كده ان هو عنده انتظام في المستوى لفترات طويله مع النادي الاهلي. لا مش ضروري، ما فيش غيره اصلا. لا بالظبط. لا مش اهلي ولا منتخب. لا طب ما اكرم كان موجود فتره وكان بيلعب عليه. طب ما هو اكرم كان بيلعب عليه فعلا، وبعد كده هو رجع تاني. ما هو طبيعي عشان بيتصاب، عشان اللعيبه اكرم اصابته تقيله خلي بالك. بالظبط. الوضع الطبيعي ان هو بص يا روجو، انا بختاره في الاسامي اللي انت اديته لي يا ديرو. ماشي في الاسامي. لا هو احسن من عمر جابر واحسن من اسلام الشاطر. احسن من عمر جابر واحسن من طب انا مش هتشدد لعمر جابر، انا هتشدد لاسلام الشاطر. ازاي احسن من اسلام الشاطر؟ على فكره حتى اسلام الشاطر مع جوزيه ما كانش اساسي، كان بيلعب كتير جدا بركات عليه. ماشي، شفت بقى انت مين بيلعب مين عليه؟ بركات. اسلام الشاطر اسماعيلي. واسلام الشاطر الاسماعيلي فعلا. وعلى فكره اسلام الشاطر بعد ما ساب الاهلي، بعد ما ساب الاهلي وراح الحرس كان بيأدي كويس. وجوزيه قال لك انا ندمان اني مشيته. لا كمان بقى انا شايف فنيا ان محمد هاني عنده ميكس هجومي ودفاعي احسن من اسلام الشاطر. يعني طول عمري ايه يا روجو ده اخره ميكس شوكولاته. بالظبط. لا يا روجو، لا هجوميا ما كانش. صدقني انا اعرف اهلاويه اللي هو حتى النخاع بالنسبه لهم يعني دي مشكله الفريق ان محمد هاني الباك رايت. عندهم مشكله مع محمد هاني، وانا لا انا مش شايفه بالسوء ده. محمد هاني اتطور كتير كمان قوي مع كولر، يمكن قبل كولر كان اقل شويه. يمكن انا متاثر شايف فتره كولر لان هو كولر جه طوره جدا، وحتى لعبه اساسي على اكرم توفيق وعلى اللعيبه اللي كانت بتلعب عليه. يا عم اكرم توفيق كيس صاب، لا وكان موجود برضه. طب يعني انت دلوقتي لو في ايدك الاختيار بينه وبين عمر كمان، عشان بس الكلام يبقى واضح للناس ما تفهمكش غلط. محتار ايه يا روجو ده؟ لان عمر كمال عنده دفاعيا ايوه، لان عمر كمال دفاعيا مش احسن من مش احسن من محمد هاني. محمد هاني لا احسن. لا عمر كمال هجوميا هو اصلا مش مركزه على فكره باك رايت، بس هو احسن. لا دفاعيا مش احسن حاجه يا باشا. هنجيب له بن شرقي يحكم. هو يعني هو انت محسسني محمد هاني دفاعيا كويس. يا جماعه انتوا برضو بتدوني اسامي معينه. اسلام الشاطر وعمر جابر. ما هو اسلام الشاطر احسن منه كتير دفاعيا. الشاطر كتير قوي بس هجوميا وحش جدا. لا مش جدا. لا مش جدا. كان ليه اوفرات برضه وليه اسيستات وليه قوي. يعني حتى في ماتش الترجي لعب محمد عبد الله عليه عشان كان عاوز يهاجم. في الماتشات اللي هو كان عاوز يهاجم فيها كان بيلعب بركات. يا عم ما هي الحاجات دي رجع الراجل قال لك دي كانت اخطاء. ما فيش حاجه اسمها يعني هو كان شايف ان غلط ان لعب محمد عبد الله عليه، وكان غلط ان هو مشاه من الاهلي. انا ليا الواقع ان ده اللي هو طول ما هو كان بيلعب كان في لعيبه بتلعب عليه. على فكره انا مش بقلل من اسلام الشاطر، لكن لو جيت لا انت لو ما هتقلل منه اكتر من كده تعمل ايه؟ بس انت عارف زي ايه مين خليت محمد هاني اقول عليه. انت عارف زي ايه مثلا؟ انت تقول اسلام الشاطر في الدفاع 7 من 10 ومحمد هاني مثلا ايه 5 من 10. تمام ماشي. تيجي في الهجوم مثلا محمد هاني 7 من 10 ماشي. وفي الدفاع سوري واسلام الشاطر في الهجوم 4 من 10. والله انت لخبطتيني وحيرتيني يا بطوطه. انا قصدي لو في الدفاع اسلام الشاطر 7 ومحمد هاني 5. ماشي تمام. في الهجوم محمد هاني 7 واسلام الشاطر 4. 7 فمجموعهم مع بعض يخلي هاني عشان لك الميكس ان هاني دفاعيا ده كده هاني بقى 11 7 و5 مثلا 12 واسلام الشاطر 7 و4 11. فبقى الثاني محمد هاني. ايه يا روجو ده ليه محمد هاني 7 هجوم؟ ايوه عشان هو بيتقدم اللي ما شفت له. طيب مش فاهم يعني ما ولا ترقيصه ولا شوطه ولا اهداف ولا هدات ولا جاب جون في كاس العالم. جاب جون بامثله اللي امبارح. يا الله. الالومنيوم ماشي يا الله. بس يعني انا شايف ان محمد هاني احسن من الناس دي عشان خاطر هجوميا ودفاعيا لو خدت الميكس مع بعض شايفه احسن. احنا مش هنرد. انتوا تقولوا رايكم بقى. انتوا بتكلمني الناس ولا ايه؟ الصراحه بقى انتوا تردوا. طيب المدافع يعني ولا يهم علشان الوقت ما يضيعش اكتر من كده. المدافع محمود فتح الله وشادي محمد وبشير تبعي.
انا اللي هبدا برضو. أوكي. انت هتبدا انت المرة انا اللي ابدا. أنت؟ لا انا بيتهيألي اخر مره انت اللي لا انا اللي بدات. دي. مش مشكلة يا جماعة، حد يبدأ. شادي محمد. فتح الله وشادي محمد وبشير التعبير. شادي انت محمد. اللون الاحمر عامي عينيك. سيطر عليك يا جماعة. طيب ماشي. شادي محمد. اسس. اوكي. محمود فتح الله، شادي محمد، بشير التبعي. لا بشير. وانا بشير ماشي. بشير الصراحه. التبعي. بشير شال ليله مش ليلته في موضوع 6-1 ده. 6-1 ده حقيقي يعني. مش اتظلم، هو اتحط قدام لعيب فلتة فاير في يومها. في لقطه شالها باقي الحياه يعني. شادي ربنا يكرمه. طلع طلعوا عليه المخرج. عامل. ما تقدرش تقول ان هو برضو، انا مش شايف ان مدحت شلبي اصل انت راجل معلق وفي حدث أيوة، قدامك وفج هو طلعه المخرج. يعني أيوة. ما لهاش حل يعني، ما كانش يقدر بتاع سيسي. طب كان برضه وحش. مين ده؟ ماتش فرنسا ومصر. هي بتبقى آه. هو مدحت شلبي يعني هو بيبقى نزل مع فاكر. خالد بيبو وسيسي. الاثنين عذبوه الصراحه. ما بتتحسبش كده يا جماعه يعني. هو راجل مدافع كان عايز اقول لك يعني تقيل جدا. لحد اما في اواخر لعبه للكره لما كان في سموحه والله كان مميز. وشويط. شويت مدفع. بالظبط. يا جماعه بس هو قدم راجل مان تو المستوى مان المتميز ده خطير. قد ايه؟ ده حقيقي. قعد فتره بص فترته من المتميزة 2000 دي قليلة من 2000 جدا. تقريبا ل 2004 هو يعيبه ماتش ال 6-1 وكان ماتش 2005 ده بتاع اللي حصل بتاع تقريبا ماتش ده كان ماتش ودي كمان. بالظبط. يعني انا انا فاكر له الفتره بس هو عشان التركيز برضو يعني هو اتذبح يعني. بشير التبعي اتذبح في ماتش الاهلي والزمالك. بس على فكره حصل يعني يا باشا الاهلي لما نفسه، رجع كمستوعب. النادي الاهلي نفسه بعد القصه دي بسنه ولا 2 ولا 3 مش فاكر حكوا قد ايه، أيوة. مش بيفاوضوا عادي. كان هيروح ده اللي هو تميز في التفاوض يعني. فانت ده اقرار أيوة. ان انت كنادي اهلي مقتنع ان الراجل ده قيمته كبيره انا جدا لسه جدا. بقول له هو بعد اللقطه دي وكان هيجي عشان يلعب على شادي محمد مش وائل جمعه. الله اعلم هيلعب على وائل جمعه. ايا كان. احنا بنتكلم في ايه؟ مهزر. انه بشير بعد الفتره دي في الزمالك طلع لعب في تركيا عالي جدا سنه او سنتين، وكان ده حقيقي. رقم 1 في مصر حتى لما كان بيجي مع المنتخب. صح. يمكن الفتره ما كانش بيجي مع المنتخب بقى مع كابتن حسن شحاته اتقطعت. لا كان قبل كده. أنا لسه اقول لك ودي هو نقطه طعنه اخرى. هي فتره المنتخب دي ظلمته حسن شويه، يعني- لانه الفتره اللي هو كان بيك فيها قوي كان طردلي بيدرب المنتخب، فاصلا الحاله كانت منيله. طب ننقل على المدافع اللي بعده. طب ما اقولكش شادي محمد ليه؟ ما انت قلت شادي محمد عشان خاطر فضل فنيا مدافع اساسي في الاهلي سواء في الليبرو او مساك، وحتى لما راح منتخب مصر عمل كاس افريقيا 2008 على اعلى ما يمكن، فبالتالي اقدر اقول ان هو فضل في التوب بيك بتاعه فتره طويله، فيستاهل ان هو يفضل. بشير التبعي خد لقطات. مش فتره طويله 4 سنين لا اكتر من كده. من 5 ل9. لا اكتر من كده. شادي محمد فين؟ شادي محمد حظه حلو ان هو كان في فريق الاهلي في جيل في مرعب. عماد وكان في لا ومش بس كده، كان في عماد مش بس واقف. كده، ان عماد النحاس عمال يتصاب، كل ما يرجع يتصاب كل ما يرجع يتصاب. فانت ما انتش قادر تجيب اساسي على شادي علشان لو عماد النحاس رجع، وفي نفس الوقت هو شادي عمال بيلعب. جه مش عارف شادي، اما احمد السيد عمل دروب ابن لذينه. محظوظ في 2008. بنيجي نشتري لعيبه مدافعين تانيين يعني. حصل مفاوضات مع بشير التبعي ومع محمود فتح الله، وكانت مع شريف عبد الفضيل وفشلت، ومع معتصم والأباني سالم تقريباً. والاباني. يعني بص انت حاولت تجيب كم مدافعين عشان يقعدوه، سبحان الله. فهي بتبقى ارزاق بقى، أرزاق. هي ارزاق. بس هقول لك وكمان حوار شرط الكابتن مع الحضري فتتنقل له فيقش هو ميزه الجيل الذهبي يعني فاهم قصدي؟ واعتقد في 2008 بقى اكتر كابتن في تاريخ الاهلي. فتح الله اتصاب بدري فلعب هو اساسي. لا هو تقريبا. فانما مع المنتخب مثلا كان بيظهر ان لا هو مش القيمه ديت. طيب ننقل على المدافع اللي بعده. علي جبر، سعد سمير، احمد السيد. علي جبر. علي جبر. وانا اتفق مع عوزه. وعشان ما تقولوش ان انا عينيا متغطيه احمر بقول علي جبر برضه، علي جبر لان هو فنيا اعلى من الاثنين. امال انا شايف في علامه عند احمد السيد اهي. ماشي طيب. بيشطب عليه. هحط في معايا تالي علي جبر يعني سهل. فنيا كان اعلى. طب سعد سمير ولا احمد السيد؟ احمد السيد. ما اصل انت برضه سعد تحسه نازل يهرج كده. بتقيسها ازاي؟ هو دمه خفيف على فكره. سعد كان عنده بوتنشال كبير انه يبقى مدافع كبير في يعني. منتخب مصر، بس برضه ما اعرفش زي احمد الشناوي حصلت لقطه كده ما كملش. ماشي يمكن اعارته للمصري مع احداث البورسعيد. ماشي برضه سعد سمير ولا احمد السيد؟ احمد السيد. هو انا معاك احمد السيد. ننقل على الباك ليفت. عندنا اعتقد دي اكتر واحده هيبقى فيها اشكاليه. صعبه دي. دي صعبه حقيقي. سيد معوض، محمد عماره، طارق السيد. الدور عليا اختار. اختار انت الاول. سيد معوض باك ليفت الجيل الذهبي في منتخب مصر وفي النادي الاهلي عن جداره وعن استحقاق. منافسينه على المركز ده كانوا مرعبين جدا. حقيقه على مستوى الدوري كله. كان في لعيبه باك ليفت كتير كويسه
الصراحه في الاهلي وفي الاهلي، بس انا بتكلم حتى على المنافسه على منتخب مصر. جilberto جilberto مثلا برضو في الاهلي. لا الصراحه كان عنده كمان سيد معوض كان مميز جدا في حته قد ايه بيتطور. ده حقيقي. يعني لما تبص على سيد معوض في الاسماعيلي غير في اول ايامه في الاهلي، غير وهو بيختم مع الاهلي وهو على التوب. ده حقيقي. فسيد معوض وانا مرتاح. سيد معوض اتفق معاه. حلو. هو فنيا لمستوى كبير، ما فضل هو توب بصراحه. انا محتار بين معوض وبين عمارة. انتوا لحد دلوقتي ما حدش اختار حد دكه، انا ملاحظ. اوكي ماشي. ماشي. يعني فانا ممكن تبقى هنا حلو، ممكن اقول لك هنا محمد عماره دكه، لان محمد عماره برضو جت فتره عالي يا جماعه جدا، ده كان خطير. ولما راح المانيا على راح فكره المانيا ورجع الاهلي. انت هتختار محمد عماره على طارق السيد؟ على طارق السيد. سيبك من سيد معوض دلوقتي، انا عارف ان مش هو دي المشكله. طارق السيد بحبه طبعا، بس محمد عمارة لا، كان اقوى. تختار محمد عماره؟ محمد عمارة طبعا. تختار له دكه ولا مش عايز؟ عمارة يبقى دكه؟ لا دكه ليه؟ مين دكه لمين؟ انت ليك 5 في الاسامي دي كلها دكه؟ دكه لعمارة. سيد معوض. ده انت مش هتاخد طارق السيد خالص؟ لا الاثنين بالنسبه لك الاثنين اعلى منه؟ طبعا. انت راجل فير انا راجل زملكاوي الصراحه. يا جماعه اتعلم يعني. يا جماعه ممكن نعمل بس نرجع الفار عشان انا بختار عليه جبر خاطر يا لم شهاده فات بابا ايه. اللي فارق طارق السيد للاسف عنهم البنيه الجسمانيه، انها ضعيفه. انها ضعيفه. هم مش اقوياء برضو. لا بس هم كانوا أقوياء. عارفين مدملكين في الارض كده شوية. هم الاثنين. لا وبرضه وكروسات. الكواليتي بالظبط، كواليتي مره كان المنافسين في مركزه في وقته، يعني في الاهلي بالذات، يعني مش وكمان على فكره كان وقته لما راح كمان الدوري الالماني كان بيقولوا منور هو ياسر رضوان، كان ده ساعتها هو حقيقي. شمال وياسر رضوان يمين، صح. بس ما كانش فيه متابعات، وكان فيه بقى ان احنا نتفرج على الماتشات مش سوشيال ميديا ولا بالظبط. وما رجعوش بحاجه كبيره قوي تخليك يعني بالظبط، حتى لما رجع اصلا جوزيه ما لعبوش اساسي، وده اللي خلاه يمشي بدري. بالظبط. طيب ننقل على اللعيب رقم 6. تامر عبد الحميد، حسام عاشور، محمد النني. محسومه يعني من وجهه نظرك محسومه طبعا بالنسبه لي. طبعا. طب هو كان مين هيختار الاول؟ مش عارف. نخليه يختار. انا بينا يلا يا روجو. حسام عاشور. يلا. حسام عاشور. حسام عاشور اللي ظلمتوه يا ظالم. يا ظلمه. مين دول؟ ظالم يا ظلمه. مين اللي ظلموه؟ حسام عاشور. حسام عاشور. واختار له احتياطي تامر عبد الحميد. اوكي. الزمن غدار. طيب تامر عبد الحميد طبعا رقم 1. حسام عاشور، وكمان خدها من هو ناشئ. والله حسام عاشور يعني ما تضفروش، هو كان كبير لما كان تقل. فاهمك. بص هو صغير كان مسمار. قعد حسن مصطفى اللي ما كانش حد بيقعده. بس ما كانش له اي وجود مع المنتخب. ماشي دي لقطه. لا تامر عبد الحميد كان موجود مع فتره المنتخب. كان محسن صالح ما نورش بس كان موجود. هو احنا الكره المصريه نورت اصلا الفتره دي. لا بس عشان كده بقول لك حسام عاشور خدها من هو صغير قوي، وقعد ناس كبار في الاهلي. طب نبدا بالاكثر جدلا. ماشي. ليه مش النني؟ طب انت ما قلتش رايك اصلا. انا ما قلتش. طيب. لا انا بالنسبه لي تامر عبد الحميد. اكتر سؤال جدلي في الموضوع ده، ليه مش محمد النني؟ حلو جدا، ده سؤال يعني حلو. سؤال لينا احنا الثلاثه. ليه مش محمد النني؟ لا اساسي ولا احتياطي. والله محمد النني للاسف يعني هو ما اقنعش الجمهور المصري خالص. طب انت اكتر حاجه بدايه مسيرته لاي حد بيعارض محمد صلاح ايه؟ ارسن فينجر مقتنع بيه. لا صلاح اكتر صلاح؟ حاجه بتتقال لاي حد بيقول لك بيتكلم على صلاح بشكل مش ايجابي. يتقال لك ايه؟ يا ابني بص ده وصل لفين؟ ماشي. بص الليفل اللي بيلعب فيه، بص مش عارف حلو اني وصل لارسن فينجر. يا حبيبي لا. وميكيل ارتيتا على فكره اللي هو عامل الثوره بتاعت ارسنال دي جدد الثقه مع الراجل. صحيح مش اساسي، بس انا ما مشيتوش انا مقتنع ان ده من القائمه بتاعت ارسنال. طيب هديك مثال صغير. هو في ليفربول محمد صلاح زي تسيميكاس؟ لا طبعا. فرق قد ايه؟ كبير جدا. هو ده اللي بنتكلم عليه. هو النني مقارنه باللعيبه الثانيه في ارسنال، هو ده الفرق. ما ينفعش تقارن صلاح بالنني. لا انا مش بقارن صلاح بالنني، انت فهمتني غلط. قصدي هو ده وصل للتوب ليفل بلعب صلاح في الدوري الانجليزي بلعبه وليفربول. شافع ليه يعني. شافع ليه ان انت ما خلاص ده في قيمه كبيره جدا ومنافسه عاليه جدا. طيب ده راجل مش اللي هو في الدوري في نادي في الدوري الانجليزي، بس ده بلعبه يا ديربو. مش ان هو بس مجرد راح لمس الامه. مش هقول لك ورجع، نني فضل فتره طويله، بس هو من اول هو لعب يوم دي اصلا ببساطه جدا يعني من غير ما اخش تفاصيل. من اول يوم وصل فيه مع عدد ماتشات قد ايه لغايه مش السنه دي
عمره ما كان لعيب اساسي في ارسنال ببساطه جدا. ارسنال برضه ستيل ماشي بقى، ولعب عليه مين؟ طبيعي. لعب عليه ناس كتير جدا، طب ما ناس في افريقيا. لا لا على فكره مش يعني مش طفرات يعني. لعيبه برضه اسمها لعيبه من التوب ليفل يا جماعه. هو راح على فكره على فكره انا بقول كده رغم ان انا ما لا. اخترتوش برضه، بس انا يعني هو رايح اوحش فتره في ارسنال. زائد عشان تخليني اختارك غصب عني لازم انا هفكر انت كنت منور قوي ازاي، او اقنعتني او ابهرتني امتى عشان اختارك وسط الثلاثه دول. زي ما قال اسامه، للاسف النني بالرغم انه لعب فترات طويله مع المنتخب ومع ارسنال ومع بيوم مع بازل. يا عم راجل جاب جون في برشلونه في دوري الابطال لصالح ارسنال، نقطه مضيئه. كان 5-1 تقريبا. يعني صوتها حلوه ساعتها ماشي، نقطه مضيئه زي ده وجبت جون. طب ما انا ممكن افتكر هاني العجيزي لما جاب جون في برشلونه في ماتش لما خسرنا برضه ماتش ودي يعني. ماتش ودي طب مش طبيعي انك تبقى في المنافسه دي. ده ما تحسبش كده يعني. انا لما فريق برشلونه لاعب فريق مثلا في المجموعه اللي هو المستوى الرابع، فريق سلوفيني ولا صربي ولا ويجيب في جون، يبقى انا كده لعيب اقول ده لعيب توب ويروح بقى يحترف في اوروبا؟ هي ما بتمشيش كده. هل احنا مختلفين ان النني ملوش لقطات منوره كمستوى مع المنتخب او مع النادي اقنعت جزء كبير من الجمهور المصري يا باشا 2017 كان هيكون السبب في ان انت تاخد البطوله. ممكن ما التوفيق بقى ده موضوع تاني. بس هي ايه تاني؟ هي ايه تاني؟ لو شفت مسيره النني هي لقطات مضيئه كل فتره، كل كام سنه في جون في دوري الابطال. فاكره برضه بتاع كان بقول لك ماتش في بلغاريا وجايب جون في برشلونه ونهائي افريقيا. يا جماعه الحاجات دي ماشي لقطات فرد يعني. انا قربت اقتنع لقطات فرديه كل فتره. هو انا زي ما اخترتوش يعني. بدفع دربه كده في بس الصراحه في الاول وفي الاخر لا، انا اللي مخليني ما اختاروش ايه؟ مش ان هو مش لقطات مضيئه والكلام ده كله، لا، ان سؤال في دماغي، ما ادراك لو تامر عبد الحميد خد الفرصه كان وصل فين؟ طبعا. بس هو ده اللي انا صلاح لما حد مثلا بيقول صلاح وبتاع، صلاح بالنسبه لي مش اللي هو الناس بتاخد موضوع صلاح ده في سكه من اتنين. يا اما يجي يقول لك صلاح ده طفره ما جاش زيها ولا هيجي، وفي مدرسه تانية دي اللي انا بنتمي ليها، لا يا جماعه ده صلاح ده دليل على ان لعيبه كتير مصريه لو خدت الفرصه صح ومشيت على منهج سليم لا توصل عادي جدا لاحسن مراكز في الدنيا. بالظبط. فانا ميال انه لا، مش معنى ان انت في ارسنال جايز الراجل ما جالوش فرصه للاحتراف، جايز كم اللعيبه اللي سمعنا عنها اللي جالها فرص والانديه منعت ان هم يسافروا غير طبيعي. خلينا نترجمها نقول ايه، انه الثلاث لعيبه دول الاثنين اللي هم حسام عاشور وتامر عبد الحميد في قمه مستواهم كانوا احسن من نني وفي قمه مستواه مثلا. عشان كده اللي خلانا نختار، وده الترجمه اللي انت بتقوله. لو كان تامر عبد الحميد في قمه مستواه راح احترف بره مثلا في بازل. عاشور ما اعرفش بس عاشور ما اعرفش هل هو ولا النني. بصراحه بالنسبه لي يعني كمسيره اكيد مسيره عاشور مضيئه طبعا جدا. بس الثاني لو هنحسب بقى كده، الثاني مسيرته مضيئه بالانديه اللي لعب لها، بازل وارسنال وفنربخشة. راح سنه تمام ماشي. نادي كبير برضه في اوروبا يعني. نادي حسام برضه، حسام عاشور للاسف يعني انا ما بحسش في مستواه ان في ابداع. هو يعني دستروير زي ميكاليلي. يعني هو ستايل ميكاليلي لعيب حتى برضه ميكاليلي برضه ده تشبيه فج. لا ميكاليلي ما كانش عنده كوره احسن. انا بس لعيب قوه وسرعه، وعاشور لا قوه ولا سرعه. مش كان بيباصي جنبه. لا كان دستروير كويس. بصير جنبه. بصير كويس ودستروير كويس ومفسد للهجمات كويس. ممكن يكون مراقب كويس لما كان ينزل يراقب شيكابالا خلص ما يسيبوش. شيكابالا اشتكى منه كتير. يعني ماشي الحاجات دي كلها ماشي يعني في مساحه جدليه، هو مش كده عاملين متوقعين ان في جدل. بالظبط. طيب ننقل على رقم 8. يلا بينا. عندنا حسن مصطفى ومحمد حمص ومحمد ابو العلا. قص حمص رقم 1. الله عليك. وابو العلا رقم الاحتياط يعني. ابو العلا احتياط. ده كده الاحتياط رقم كام ليك؟ ده كده الثالث. لوجو حمص متفق معاه. حلو. حمص فنيا كان لعيب عالي جدا، فاكهه. وبس يمكن مش عارف اقول ظلم لعب في الاسماعيلي، بس هو طبيعي ان الاهلي والزمالك السبوت والاعلام والجماهير اكتر، فكان ممكن يبقى ينور اكتر من كده. بس كان لعيب فنيا عالي جدا ربنا جبر بخاطره في الجون بتاع ايطاليا. يعني بروز مسيرته كلها بصراحه. ماشي. انت هتاخد حد احتياطي؟ لا ماشي. انا اختار برضو محمد حمص زيكم. طبعا لعيب يعني من اكتر اللعيبه الاندر ريتد اللي شفتها في مصر. ده حقيقي. واخد حسن مصطفى احتياطي. ابو العلا لا ابو العلا بالنسبه لي كان ايه ميزه حسن مصطفى عن ابو العلا؟ سرعه. ادي حاجه.
بس ابو العيله مهاره، لعيب بوكس تو بوكس. الجمهور ما يحبوش، المدربين تحبه. وعمري ما حسيت يا اسامه ان هو لعيب منور في الزمالك نجم. هو مش لعيب اساسي، ما عشان كده تخرجوش. عشان كده هو بس خلي بالك هو كان ثابت مع مدربين كتير جدا. نادرا ما شفته ثابت. لا يا راجل، لا ازاي لا ابو العيله في جيله هو كان تامر عبد الحميد وابو العيلة. على فكره يعني مميز جدا، ده هو بس كمل أكتر من هو لعيب مدرب بيحبوا المدرب ما يحبوش الجمهور. بص انا يعني ماشي، ما هي لعيبه، ما الكلام ده ينطبق على حسام عاشور. حسام عاشور مثلا، بس يعني عشان كده يعني بس اللي ميز حسام عاشور شويه في حته الالقاب. انا بالنسبه لي والكابتنه بتاعت الاهلي يعني حسن مصطفى، لو الراجل ده كانت رجله كويسه على الجون كان بقى نص ملعب تاريخي. كان عنده مشاكل في الفينش. كان لعيب اولا باور عالي جدا، هجوم، دفاع، بوكس تو بوكس، ممكن يخش ويأسست، ممكن يرفع، لعب في مراكز كتيره، لعب في باك رايت ولعب في مهاجم ولعب في نص ملعب، معظم المسيره نص ملعب. مشكلته السوداء انه فعلا يعني على الجون فينش مفيش، يعني انسى بقى، مفيش امل. ما انا عاوز اقول لك سبحان الله ان هو مرزق ان اللقطه اللي خليته يروح الاهلي، هو اصلا كان من ناشئين الاهلي. جون الاتحاد اللي جابه راح الاتحاد السكندري، جاب جون من شوطه في الاهلي وعمل ماتش اسطوري. الجمهور قال لك ايه ازاي تسيبوا لعيب زي كده يخرج من عندنا؟ الصيف جبناه طبعا، عمل دور كبير في نص الملعب كلاعب برضو رقم 8 ومجهود كبير جدا طبعا، لكن فعلا على الجول مفيش خالص. حاجه مره. هو طبعا تشبيه بعيد، بس هو ستايل كانتي شويه، لعيب مجهوده كبير. كانتك النهارده كانتي ومكاليلي ويا عم بنبروز لعيبتنا برضه، حرام عليك يعني بنعليهم. طيب على الطرف اليمين قلنا سيد عبد الحفيظ والرياض ورضا شحاته. لا ما يلزمونيش التاني. طبعا ابتدي انا ب سيد عبد الحفيظ ووائل رياض على الدكه. ده كده بالنسبه لي تقريبا ثالث واحد على الدكه، وائل رياض. سيد عبد الحفيظ ده برضو لاعب اتظلم اعلاميا جدا 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 كلاعب. اخد حقه وطاره وتالت ومتلت كمدير كوره. بس كلاعب سيد عبد الحفيظ كان حاجه جميله يعني. انا مش عارف، انا نفسي الناس تخش تشوف فيديوهاته ومهاراته عشان انت هتستغرب، صدقني هتستغرب. وللناس مش عارفاه او يعني ممكن مش فاكرين ان مهارته الطاغيه خلته من اللعيبه القليلين جدا اللي يلعبوا هم ناشئين في النادي الاهلي فريق اول. يعني ما بتحصلش كتير اصلا. صحيح. ان لعيب صغير فريق اول وسط بقى ابراهيم حسن ولاعيبه تقيله. ويقال جاله عرض معايشه في مانشستر يونايتد الفتره دي والاهلي رفض. ممكن دي مش فاكرها، دي كلام اتقال، انا فاكر كويس. بس يعني مش لو طلع عشان فريق فاضي فيلا، يعني مثلا زي رمضان صبحي لما طلع كان ساعتها ما كانش فيه لا فريق قوي، لكن هو طلع في وسط جيل كبير لا وخدوه، كان موهبته منوره. طب برضه بتختار سيد. عندك حد على الدكه؟ لا. طيب يبقى هنتكلم فيه. سيد رقم واحد طبعا. ماشي. سيد حفيظ من اللعيبه اللي انا كنت بحبها جدا 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 وانا كزملكاوي. يعني اول ما ظهر كان هو وهشام حنفي. يا هشام لعيب برضه. يعني كان سيد حفيظ كنت بحبه اكتر، يعني كان سريع ومهاري وبيخش كده تلاقيه زرق كده، فاهم؟ كان يعني من اللعيبه اللي كنت بقلق منها جدا جدا في ماتش الاهلي والزمالك. والصراحه مسيرته كلاعب كانت موفقه جدا، ومسيرته طبعا كمدير كوره عنيفه جدا. عنيفه جدا. طبعا ما اقدرش انكر يعني. هتاخد حد على الدكه؟ لا. خلينا نتكلم على هشام حنفي، كان لعيب باحترامي لشيتوس يعني. شيتوس مع منتخب الشباب ومع الاهلي ما كانش بطال خالص. ما هو انا خدته دكه لان وائل رياض كان يعني لعيب برضو، لعيب كويس جدا جدا جدا. مشكلته كانت ان بدنيا ضعيف وبيتصاب كتير والتدخلات معاه والكلام ده. بس انا فاكر كويس جدا بقى وائل رياض الموسم اللي قبل ما جوزيه يجي الاهلي، اللي هو لو تفتكروا كان ساعتها 2000. لا مش قبل ما يجي الاهلي المره الاولانيه، قبل ما يجي الولايه الثانيه. كان فيها بونفرير وتوني اوليفيرا. توني اوليفيرا ده كان تقريبا بتاع 6 شهور ومشي وجه جوزيه، والموسم اللي قبله كان بونفرير. في الفتره دي حتى كان في الاهلي بيلعب بطوله اسمها دوري ابطال العرب لو تفتكروا. كده طبعا. الفتره دي الاهلي كان واقع قوي، ومع توني اوليفيرا كانت الحكايه ضم، وكان في مشاكل كتير في لعيبه كتير. كان سنه كام ده؟ 2003. اوكي. قبل كده بيتهيألي كمان ده 2003 يمكن. انت كنت علشان تعرف تتفرج على ماتش الاهلي انت قاعد مستني الكره توصل لوائل رياض. اللي هو ابدا املك. لدرجه ان بعدها ب6 شهور
لما جوزيه جه ما جاش في الولايات الثانيه، جه هو معاه 3 صفقات. كان من ضمن ال3 صفقات دول ابو تريكه. ما جاش من الاول كمان. ابو تريكه جه في يناير. في يناير بالظبط. لما جه ابو تريكه بقى وائل رياض فرصه صعبه. ومع الموسم الجديد بركات جه، فبقى ابو تريكه وبركات فبقت تحول وائل رياض للاعب على الدكه. بالظبط. كنا احنا حاسين وقتها كويس قوي يا خساره. عارف انت احساس يا خساره؟ ما ابو تريكه اصله ما يعني ما نقدرش نقول انه يقعد، بس يا خساره. انت كان في عز مسيره وائل رياض. يعني الراجل كان ساعتها 2003 2004 دي كان تقريبا عنده كام سنه؟ سكه 23 24 سنه. يعني ده في عز التألق بتاعه. وافتكر له ماتش ريال مدريد هنا في مصر اللي عمل ماتش حلو جدا. طبعا صحيح. 2001 الماتش ده كان لعيبه كتير في الاهلي عملت ماتش حلو. طيب ننقل اللونج الناحيه الثانيه. ماشي. خالد بيبو، محمد بركات عاده كان بيبقى ناحيه اليمين، بس احنا متخيلينه هنا ناحيه الشمال زي الفتره اللي كان فيها مع حسام البدري. اوكي. خالد بيبو، محمد بركات، جمال حمزه. مين يبدا؟ ابدا انا. لا انا بدات. بركات يعني وضعه وسط اللاعبين الاثنين التانيين دول هيظلمهم طبعا. بركات اعلى. وصوص. متفق مع روجو في بركات طبعا الاول، بس احتياطي ليه جمال حمزه. اوكي. وانا احتياطي ليه باخد له برضه احتياطي. انا عايزك تكيده بقى وتقول له خالد بيبو. الراجل يعرف يعني فاهم، معاه تليفوناتنا وكل حاجه. ده موضوع يلا يا كابتن جمال. انت جمال حمزه حقيقه. جمال حمزه مسير جمال حمزه برضه. جمال حمزه وتاثيره ومهارته. خالد بيبو عمل لقطتين 3 بالظبط ما عملهمش حد قبله ولا بعده. بالظبط كده. نهائي افريقيا هاتريك 6-1 سوبر هاتريك. اسمه ايه ده؟ كان في ماتش سان داون. كان ماتش سان داونز. لا مش سان داونز، كان في ماتش سان داونز بتاع 3 ده. هو ده الهاتريك. كان في الاسماعيلي في نهائي كاس تقريبا او حاجه. اوكي. يعني المهم هو اللقطتين دول، خلينا في اللقطتين دول. نهائي افريقيا وال6-1 لقطتين ما اتعملوش قبله ولا بعده، بس ما فيش غير كده. ده حقيقه. انا عاوز اقول لك حتى افتكر مع الاسماعيلي طبعا كان مرعب طبعا للامانه برضه. كابتن جوهري الله يرحمه ما كانش اصلا في ماتش سان داونز اللي هو الاهلي كسب فيه 3 جاب الهاتريك، ما كانش مختار خالد بيبو في السكواد بتاع المنتخب بتاع 2002. وبعد كده لما نزل خالد بيبو لعب النهائي ده وجاب 3 اجوان، بقى في طبعا اللي هو في لغط ازاي ده واحد نازل فضمه ساعتها للقايمه. اعلى القايمه وزود فيها. وما ظهرش مع المنتخب اصلا. خالد بيبو ما ظهرش مع المنتخب فعلا فنيا كتير. عشان كده يعني فير اقول جمال حمزه صراحه. جمال حمزه استمر مده اطول. الفتره الاولى مع الزمالك كان لامع جدا. فتره منتخب الشباب برضه قوي. ومنتخب الشباب طبعا كاس العالم. الفتره الاهم بالنسبه لي مع جمال حمزه فتره 2007 لما الزمالك كان ظروفه صعبه، بس بدا يشد نفسه كده، وجابوا هنري ميشيل وشيكابالا بدا يستوي وعمرو زكي موجود، بدا الزمالك يشد نفسه شويه. الفتره دي كان جمال حمزه فيها لا كان شايل الزمالك اون فاير. ده حقيقه اون فاير. ومن الحقيقه برضه اللي نورت بدري، يعني طلع من ناشئين الزمالك على الفريق الاول، فده برضه حاجه تحسب له. الى اني اختار احتياطي للامانه لان بركات مرعب في الثلاثه ظلم الاثنين الثانيين. لان بركات كان مع الاسماعيلي ومع الاهلي ومع المنتخب لعيب، بس مع المنتخب برضه بركات ما خدش حقه، ما نورش قوي. 2006 يا باشا لعب الماتشات كلها. مش كلها لا مش كلها. لا لو انا فاكر صح. لا مش بركات كان اساسي يعني 2006. وكان خلي بالك برضو بركات كان تقريبا وبعدين عدم وجوده وبعد كده كان اصابات. وبركات كان في المنتخب من قبل، يعني بركات مع كابتن جوهري برضو مع المنتخب منور قوي. ده قصدي. افتكر ماتش الجزائر مثلا 5-2 بركات ده كان فاير طبعا. والماتش اللي هو بتاع 2-0 هنا عشان نهائي افريقيا هو اللي جايب ضربه الجزاء لاحمد حسن ضيعها. لو احمد حسن جابها كنا خلاص كده انت خلص الموضوع. فبركات ما يكفيهوش 10 ساعات. لا ده حقيقي. وبغض النظر عن الانجازات والالقاب والكلام ده كله، ده كفايه لعيب فاكهه يعني. لعيب فاكهه بالظبط كده. هو فاكهه فعلا. ننقل للمهاجمين. يلا بينا. مروان محسن، محمد شريف، اسامه حسني. احنا كان الدور عند مين؟ عندنا مروان محسن، محمد شريف، اسامه حسني. محمد شريف ماشي. وما تاخدش احتياطي. اوكي.
محمد شريف برضو، وما خدش احتياط. بس هاخد اسامه حسني احتياطي، لانه اسامه حسني بيشبهني بوائل الرياض. هو مهاجم كان ممكن يبقى بروفايل زي عماد متعب، اوكي، سواء هيدر كويس جوه منطقه الجزاء، بيعرف يلف بالكره ويشوط. وطبعا كلنا نفتكر له ماتش نهائي الكاس بتاع 4-3 الزمالك، بس برضه نهائي افريقيا قدام النجم الساحلي، قدام النجم الساحلي طبعا لما نزل غير الماتش. فهو كان عنده بوتنشال كبير قوي انه يبقى زي عماد متعب، بس هو برضه للاسف بدنيا مع الاصابات ما عرفش يكمل انه يبقى كونسيستنت او مستواه ثابت زي عماد متعب لفترات طويله. اوكي. فعشان هو طول على فكره اسامه حسني، طول مع الاهلي، بس مع التاثير كلاعب اساسي ما حصلش الكلام ده. ماشي. ليه؟ لان هو ما قدرش يثبت نفسه جوه التشكيل الاساسي الاهلي، لانه كان اصاباته اساسي كتيره. وبعدين رجع هو وبلال دكه لمتعب. ما ده اللي بكلمك فيه، يعني برضه، لكن هو كان يقدر يبقى زي عماد متعب اساسي، لان عنده امكانيات الصندوق كويسه. محمد شريف اخترناه ليه؟ لان هو بصراحه الفتره اللي كان متالق فيها مقارنه بالثلاثه التانيين، محمد شريف مثل كان هداف الأهلي. ومهاجم متنوع متحرك، بيلعب برجليه الاثنين كويسه، بيلعب براسه كويس. لا ما بيلعبش براسه كويس خالص. لا عنده عنده جوان براس كويس. لا بس لا معلش، بيقال ان هي من نقط ضعفه. نقط ضعفه، بس بيجيب بيها جوان. طيب يعني ما حدش بص لمروان محسن يعني، كان مهاجم الاهلي والمنتخب يا جماعه، مش عارف كام مروان لاعب كاس عالم. احنا عشان بنحب كابتن مروان، كل الناس دي كلها لاعب كاس عالم بالظبط، عشان بنحب كابتن مروان على المستوى الشخصي، فنكتفي ان احنا نقول الكلمتين دول بس، وما نعلقش كتير اكتر من كده، ونقول ان هو ربنا يوفقه في فيوتشر. انت اخترت مين يا اسس؟ محمد شريف برضو زي محمد شريف في الاول. لا انا اختار اسامه حسني. اوكي. بحكم بس وجهه نظري في كلاعب كوره، برضو بعيدا عن الانجازات وكل الكلام ده، لا اسامه حسني كلاعب كوره لا، محمد شريف ومروان محسن اقل بكتير قوي. اوكي. مهارات في محمد شريف اقل منه في ايه؟ محمد شريف متحرك وبرجله احسن من اسامه بيتهيألي. بس انت مش بفرق كبير، لان اسامه حسني في بداياته برضو الناس قبل، ايوه في بدايته كان متميز جدا، ما انا بقول بداياته السنتين بتاعت بونفرير واللي قبلها كان مش فاكر كان مين. لا اسامه حسني كان وقتها لعيب يصنف كمان مهاري يعني، اللي هو يعدي من واحد وياخد التاني وبتاع. مع الاصابات، مع السن، مع قله اللعب، بالظبط كده، كل ده تكلب عليه، فما بقاش بالشكل ده حقيقي. متفق معاك في النقطه دي الكافي يعني، بس ستيل شايف شريف احسن منه. في لعيبه كده تحس ان هي بالنسبه لها لا مش مشكله افضل دكه في الاهلي 5-6 سنين، رغم ان لو رحت نادي تاني ممكن اكسر الدنيا. يعني مثلا ده ما بيحصلش يا درب. لا مثلا محمد فضل ده ساب الاهلي وكان شبه كمان مغضوب عليه جماهيريا وهو ماشي، زي مروان محسن كده. حلو كده. راح الاسماعيلي، بقى جمهور الاهلي هو اللي بيقول للاداره احنا عايزين الولد ده يرجع تاني. ورجع نور في الاهلي موسم او ورجع نور الى حد ما مع الاهلي، وكان فتره حسام البدري وبتاع، وجاب جون بتاع الترجي ده ولا الاتحاد الليبي. بس دي حالات نادره برضه يا درب. ماشي، بس الاغلبيه اللي بياخد هو اسامه حسني كامكانيات يعني، لو زودنا محمد فضل لا برضه اقول لك اسامه حسني. اسامه حسني احسن من محمد فضل، بس هو ما خدش الريسك ده. المهم نخش على المهاجم الثاني واخر مركز في اخر مركز، وليد صلاح، عبد اللطيف، علاء ابراهيم، محمد محسن ابو جريش. كان دور مين يختار؟ انت. مش فاكر. انا كده عندي اختار واحد وعندي احتياط. حقيقي محيره جدا على فكره قوي. محيره بس انا ميال جدا زي بقى ما بيقولوا البرايم. يعني لو قلنا بقى ان كل واحد فيهم كان ليه فتره الى حد ما مزدهر، انا الفتره بتاعت علاء ابراهيم مزدهر. سلام عليك. كانت بالنسبه لي انا راجل زملكاوي. ايوه انا راجل زملكاوي. اختاروا علاء ابراهيم. يعني كان البرايم بتاعه كان غريب. علاء ابراهيم مش طويل قامه، يعني مش طويل. ايوه مش طويل كمسيره. خالص يعني. وكانت فتره صعبه جدا على الاهلي كمان. الجدع ده رجليه مظبوطه قوي على الجون، ومهارته رجليه مظبوطه قوي على الجون. المساحات الضيقه اللي هو مهاري جدا. بس هو يعيبه او مش يعيبه، هو حاجه غصب عنه، هو ما عندوش كاريزما، بابي بسيط. والجمهور يعني خلي بالك هو جه برضه اتظلم في لقطه ايه؟ ده المهاجم اللي بعد حسام حسن. لا وكمان هو جه فتره الاهلي ما كانش منور فيها بالظبط. الاهلي كان واقع وانت جاي انت مستغني عن حسام حسن وجايب علاء ابراهيم. هي اتبروزت كده في وقتها فعلا. فهو اتظلم. صح. وليد صلاح، عبد اللطيف، يعني انا الاثنين بالنسبه لي يعني
متساويين، ما اعرفش مين اساسي مين احتياطي. وليد صلاح برضو مع المنصوره ومع الزمالك انا احطه احتياطي. مع المنصوره كان متالق جدا في جيل المنصوره كان ذهبي يعتبر يعني. ومع الزمالك ومع المنتخب على فكره يعني كان برضو ظهر مع الكابتن جوهري، كان واخد ثقه الكابتن جوهري. وليد رايي من اللعيبه برضو اللي ظلمت نفسها شويه، كان عنده احسن من كده، زي لما بنتكلم على كابتن احمد الشناوي. ده حقيقه ان هو وليد صلاح عبد اللطيف كان زي مثلا يعني زي جمال حمزه، لعيب عنده مهارات وكمان كان جوه الصندوق مهاجم متميز. كان جمع بين الاثنين، انك تجمع مهاره مع مهاجم صندوق تبقى حلوه، وجسم كويس كمان. بس للاسف برضو ما اتطورش مع نادي الزمالك، فبالتالي المسيره هو اتصاب لو انا فاكر صح في سنه 2000 في اصابه كانت كبيره رباط صليبي اعتقد. وكان راجع اللي هو انا فاكر كويس جدا، وهو في برنامج من البرامج عمال بيوعد جمهور الزمالك ان هو هيرجع مش عارف عامل ازاي وبتاع، ولا رجع بقى من ساعتها. طب عاوز افكركم بلقطه علاء ابراهيم. فاكرين طبعا ماتش الاسماعيلي 4-4؟ طبعا حسن المستكاوي، كابتن حسن المستكاوي ربنا يديه الصحه، كان دايما بيعمل في الاهرام تقييمات بعد كل ماتش. بعد كل ماتش كان ابو ابراهيم فايق بالظبط. علاء ابراهيم نزل ربع او ثلث ساعه، شوف الماتش ده كان اللعيبه كلها منوره ازاي، واحمد بلال جونين ومحمد فاروق نزل ما اعرفش عمل ايه اساسي. الوحيد اللي خد 10 من 10 علاء ابراهيم على الثلث ساعه اللي لعبها. وده استحاله اصلا كابتن حسن ما اديش حد 10 على 10. ما اديش حد 10 على 10. شوف انا معلقه معايا لغايه دلوقتي ازاي، وفي ماتش عامل ازاي، في ماتش العبقريه كمان. العبقريه كمان كانت في التبديل طبعا. يعني جوزيه برضو كان تبديله. لا تعرف ابن لذينه. هو خلي بالك من اصلا ساعتها كان الاهلي عنده مشكله ان خالد بيبو خد انذار وما لعبش ماتش الاسماعيلي، ماتش الزمالك اللي هو 6-1. صح فلعب وابراهيم سعيد كمان، وتقريبا سعيد اتطرد في ماتش اتطرد واحد ساعتها، كان جوزيه كان عاوز يقلع الجزمه ويديه لي فاكرها دي بالظبط. فساعتها راح هو لعب كابتن محمد فاروق فالماتش ده اساسي وجاب جون على فكره، جاب جون بس ما كانش اساسي مع الاهلي، فخرجه وراح نزل علاء ابراهيم في اخر ثلث ساعه، قلب الماتش حرفنه وجوه الصندوق، عمل كل حاجه وضرب الجزاء، عمل كل حاجه تقريبا، عمل كل حاجه. هو اكتر حاجه صح في حق علاء ابراهيم هو اللي رصص قال ان هو اتبروز مع حسام حسن كده في كادر، وما حسام حسن كمان مش ماضي، بس ده لسه ده جه الزمالك، ده مولعها في الزمالك، مولعها في الزمالك، عارف اصحى معايا ما توريك كده طلع من بقك بس انا خاربها هناك عمال بيكيد فينا ومش هينفع. انت برضه جايب مهاجم يعني مع احترامي فريق المنيا، جايب مهاجم من فريق المنيا اللي هو حتى ما لعبش مع فرق دوري كويسه، اتحاد مثلا او مصري او كده. لا والاهلي كمان في الوقت ده يعني لو تفتكر الاربع سنين دول كم اللعيبه اللي رماها كده يجربها في النار. انت كان عندك بلال وعندك رضا شحاته وعندك محمد فاروق وعندك علاء ابراهيم وعندك محمد فضل وعندك اسامه حسني لو قعدت محمد جوده لعيبه كتير. انت اسامه غالي كان في الاول، اسامه غالي يعني اسامي كتير قوي جدا لاول مره الجمهور بيتعرف عليه. فالحكايه دي برضو على فكره في ناس بتتاخد في رجليه، اللي هو فيهم 5 26 كلكم مش يلا كلكم بالظبط. والواد اللي نافع فيكم حسام غالي اهو احترف من بدري ومن هو صغير. يعني انت شايف حتى مع جوزيه احنا بنتكلم خالد بيبو واحمد بلال ومحمد فاروق، هو رقم 4 ورا خالص علاء ابراهيم. صحيح ومع ذلك الاهلي كان واقع برضه. طيب احنا كده يعتبر انا برضو نسيت والاحتياطي كابتن وليد زمان. انا مع علاء ابراهيم طبعا في الاول، وليد صلاح في احتياطي بسهوله على محمد محسن ابو جريش. للاسف يعني محمد محسن برضو يعني كان مهاجم ما ظهرش كبير. ده في يا ساتر يا رب، التمساح ده ولا ايه؟ يلا بينا يلا بينا في شقه كويس. طب يلا. المهم كابتن محمد محسن ابو جريشه يمكن اتظلم شويه بربطه بكابتن محمد صلاح، لان كابتن محمد صلاح ابو جريشه العيله كلها بقى طبعا كابتن علي ربنا يديه صحه اكتر طبعا، لكن كابتن محمد صلاح كمان كان منور مع الاسماعيلي في فتره ذهبيه الاسماعيلي. بالظبط مش عايش علي بيقولش عايش ما شاء الله. ده من 20 سنه كان راجل ربنا ان شاء الله عليه، ربنا الصح. بس فطبعا انت بتجيب جيل ثالث غصب عني هربط يعني فاهم صح. فهو طبعا ما كانش برضو فنيا زي كابتن محمد صلاح على الاقل يعني. طيب احنا كده يعتبر يعني ايه الحلقه دي هتتكرر تاني ان شاء الله باسامي مختلفه كتير. نقعد ندور على اللعيبه الاندر ريتد والاوفر ريتد والكلام الغريب ده. حط لي كابتن هشام حنفي انا بحبه قوي. طيب اخر حاجه عشان نقفل المدير الفني، احنا قلنا 5 اسامي. اوكي. طلعت يوسف، طارق العشري، حسام البدري، حسام حسن، و احمد رمزي. مين رقم واحد فيهم؟ يلا نجادل، هو مفيش غير واحد بس صح؟
مدرب هنختار واحد. واحد بس ملوش احتياطي. ملوش احتياطي. هتجيب له احتياطي ازاي؟ اوكي يلا نحرق الجدل. انا نولع في الجدل كله. طارق العشري. اوبا فاكر ده اخره؟ ايوه ولع كابتن حسام البدري. كلمه كمان كابتن احمد رمزي. خلي بالك مع اني يعني انا طبعا بحب يعني كابتن احمد رمزي ده طبعا بحب كابتن حسام حسن جدا كلاعب. طبعا لعيب دي خاصه. كان مدرب ايام الزمالك طبعا مع المنتخب قلبا وقالبا معانا دلوقتي يعني عشان ايه ربنا يكرمه. ومع المنتخب طبعا يعني ربنا يكرمه ان شاء الله ايه نقدر نعمل حاجه يعني في التصفيات بتاعت افريقيا وكاس العالم دي ان شاء الله. بس طارق العشري او كابتن طارق العشري الراجل ده اول واحد اشوفه بيلعب 4-4-2 في مصر. الله عليك. ومتقنها. الله عليك. وبفريق هو اللي دخل الفيروس بالظبط كده بفريق ما فيهوش حرس الحدود ب 4-4-2 بالظبط. عامل فريق هايل ساعتها. عامل فريق هايل. السنه مع حسام البدري بيعاني عشان اللعيبه مش قادره تنسجم مع 4-4-2 مش مستوعبه الطريقه. احسن لعيبه مصر. طيب بس خلي بالك برضه هقول لك من حاجه. هو كابتن طارق العشري بيطبقها بسهوله لانك انت لما تطبق مع فريق صغير النتائج مش مهمه في الاول. انت بتوازن ما بين النتائج وما بين تطبيق الطريقه. بس حصل نتائج ايجابيه يعني طبعا مش عاوز اختار المثل اللي هو كسر الدنيا للغايه مثلا. هو صحيح مش مهم ان النتائج تبقى ايجابيه بس هي طلعت ايجابيه بس بعد فتره. طبيعي خد وقته مفيش ضغوط جماهيريه. يعني مش عاوز اقارن مثال بعيد شويه بس مثلا زي ما كنا بنتكلم على اوساريو في الزمالك لما جه. هو راجل كده لعب بخطه. لا اوساريو يعني عليه سنتين هيبقى احسن فريق في افريقيا. بس اوساريو مش يعني اوساريو ما كانش بيعتمد على لا يعني قصدي في مدرب هو كده بس لازم تراعي ان انت بتلعب فريق او يعني الفريق بتاعك مش هيصبر عليك كتير. فكابتن طارق كان عنده الميزه دي. ده ما يخسفش حقه ان هو كمان طلع جيل من اللعيبه مش من الاهلي ولا من الزمالك. هو طلع جيل كابتن احمد عبد الغني واحمد عبد الملك وعبد السلام نجاح كان ممتاز جدا. كان محمد الهرده تقريبا. محمد الهرده. وكان الكابتن بتاعهم محمد حليم. وكان جونهم كان في البدايات عبد الحميد بس كان جون كاميروني كده. كان جونهم كاميروني. ايوه فاكره. مش فاكر اسمه بس فاكر كان جون كاميروني. كاميني. بس مش كاميني كاميرون اللي هو الكاميني الاساسي الاسطوره ده. لا ميني كاميني حاجه على قدنا كده يعني. كاميني في البيت يعني. شبيه كاميني. كاميني في البيت. طيب بس كابتن حسام البدري الفتره اللي مسكها بعد جوزيه زي ما كنا بنتكلم على علاء ابراهيم من شويه كان سيء جدا. لا اختلف معاك. سيء جدا. اختلف معاك يا باشا. السنه اللي بعدها مشي بفضيحه بعد ماتش الاسماعيلي بتاع ال3 ده الراجل ماشي بعربيه فيراري فاهم مكمله ما شاء الله. هو ماشي بالقصور الذاتي. لا على فكره هو مش محتاج تدخل جامد يعني. البدري لما جه مسك الاهلي يا باشا هو جدد الفريق يا باشا. الدوري مش عارف اللي جه حسام البدري فيه كان بتاع 2009 2010 حلو كده. دي اول ولايه ليه. اول ما جه كان الاهلي مخلص كل حاجه واخد كل حاجه في فتره جوزيه. جاي هو بقى فتره جديده مش قوي مكمل بالله كل البطولات مع جوزيه. معاك لان جوزيه في بطوله ما خدتهاش. جوزيه سايب الاهلي وهو على الحركرك بالعافيه. خدنا الدوري في ماتش فاصل مع الاسماعيلي 1-0. انا فاكر كانت اللعبه اللي بنكررها طول الدوري. ماتش الجيش فبقى برج العرب كان من لاعب الاسماعيلي. برج العرب سوري ماتش الجيش. الاهلي والجيش. الاهلي والاسماعيلي. جون احمد فتحي. الاهلي والاسماعيلي. لا ايوه ما هو الاهلي اسماعيلي. ايوه بس ده وصلك لماتش فاصل مع الاسماعيلي. وكنا بنلعب نص جوانا في الدوري رفعت جالبرتو لفلافيو اللي هي اتعملت في الماتش الفاصل وبرضه محدش وقفنا فيها وكسبنا الدوري. فكان اللي هو كان بيفكرني جوزيه انه سايب الاهلي زي ما كان فيرجسون سايب مانشستر يونايتد اللي هو ايه بقوه الدفع الذاتي وانا جوزيه فلاهم الدنيا وهنوصل لغايه اخر ماتش. فهو انا ما كانش سايب توب فورم مثلا. فبالتالي حسام البدري استلم الفريق غير جلد الفريق غير الخطه. موجود وبركات موجود وائل جمعه موجود والناس تقيله وسيد معوض. اللعبه دي كلها كانت احتياطي في ماتش الترجي النهائي اللي هو كسبه ده اللي هو في سنه 13. ماشي. طيب الكلام ده قبلها ب4 سنين بقى. انا باخد على المسيره كلها بتاع كابتن حسام البدري. لا انا ماشي لا كده انا ان هو برده جه في فتره بتاعت الثوره فما كانش كوره منتظمه. الموسم الاولاني له مع الاهلي خرج من افريقيا بدري. تمام. كانت لو انا فاكر صح كره ان ايد انرامو دي وده ما كانش بدري. ده كان في قبل النهائي. قبل النهائي ماتش الترجي كان قبل النهائي مش النهائي. يا جماعه كان فاينل. لا كان قبل النهائي. الزمالكاوي فاكر كان قبل النهائي. كان قبل النهائي. ماشي. كان قبل النهائي. فده مش فضيحه على فكره. يعني ده قبل النهائي وخارج ظلم فيعني ما الراجل هيعمل ايه؟ لا انا ما قلتش فضيحه. لا قلت فضيحه. انا قلت فضيحه. لا الموسم كان خروجه هو مع الاهلي كان بفضيحه في ماتش الاسماعيلي 3
ماشي يعني. انا بص، اصل انا فاكر ساعتها كانت الجماهير عامله ازاي. مشوك دي كانت بتتقال يعني بالفم المليان من كل الناس او الغالبيه العظمى من الناس، عشان كابتن حسام لان انت بدري. اوريدي مستحمله السنه اللي فاتت ما كانش مقنع. خدت الدوري على فكره، جمهور الاهلي بقى بيتسكش بحكايه اصل خد الدوري. ايه يعني خد الدوري؟ ايوه خدت الدوري ازاي بقى؟ طب أنا- عامل ازاي؟ طب أنا- وادائك عامل ازاي؟ ومقنع ولا مش مقنع؟ طب انا عايز اقول لك ان السنه اللي قبلها ان جوزيه اتغلب 3 من الاسماعيلي في استاد القاهره. ده كان لما رجعوا من كاس العالم انديه. محمد فاضل ساعتها قول له كان لسه راجعين من البرونزيه. ايوه. طب يا جماعه انا قصدي راجع من طبيعي. برونزيه كاس عالم للانديه، غير ان انت بتتهزق. بص في فتره كابتن حسام بدري مسك فيها الاهلي لما غير الخطه 4-2-3-1 او 4-3-3 او 4-4-2، لما دخل طريقه الاربعه على الاهلي وطور اداء اللعيبه او دخل لعيبه جديده على التيم، عبد الله السعيد، وليد سليمان، شريف عبد الفضيل مع جده، غير شكل الفريق. كان ساعتها الاهلي بيلعب كوره حلوه جدا، الاهلي وصل النهائي بيلعب مدرب جدا. حسام البدري بقى يا راجل كتيره بره الاهلي. كابتن ما محمد عملش أي حاجة يوسف في اي حاجه. راح تونس ما عملش، راح السودان ما عملش، مسك المنتخب ما عملش. محمد يوسف مسك الاهلي. وجودك مع الاهلي، ما محمد يوسف فعلا خد افريقيا مع الاهلي. بس ما كانش بيلعب مستوى كويس. ايوه شفت بقى. ايوه شفت بقى. طب انا بقول لك انه كابتن هو حسام حسام بدري البدري لا ما كانش بيلعب لا حلو. كان بيلعب كويس. وكرهنا في عيشتنا في موضوع متعب. ما انت ما دي تخليناش قصة بقى احنا هنفتكر له طيب. بقى برضه هو مش متعب بس على فكره. انت برضه بتديني انت لو فتحت الليسته بتاعت اللعيبه اللي حسام البدري جلطها انت مش هتخلص. بس. من متعب بقى لشوقي البركات لل ده هو اللي مشي جilberto. وسيد معوض بيلعب ماشي يا عم، هو جilberto ده لاعب يمشي. او ترك احتياطي، وعبد الله سعيد في توب فورم، بركات قاعد احتياطي، ووليد سليمان توب فورم. دي مشاكل دول عالم اول دي. فهين. انا مش هعلق على الكلام ترك ولا عبد الله السعيد بالظبط يعني. مش هعلق على الموضوع ده. خد البطوله. ايه يا عم ده؟ لا يعني في الاسامي اللي موجوده انا كابتن حسام بدري انا شايف ان هو احسن حتى تكتيكيا على فكره. لما دخل طريقه الاربعه الاهلي كان بيلعب انت شايف حسام البدري. انت عاوزنا نضرب عشان نروح حسام بدري، كابتن حسام بدري ومحمد هاني صح؟ يا عم لا اله الا الله حسام البدري. وانت بص انا قلت كابتن طارق العشري. طارق العشري بالنسبه لي دخل 4-4-2 الدوري المصري، عمل انجاز بحرس الحدود في سنتين النهايات. برضه عبقري. بس فضل يقع بالظبط يقع لحد ما وصل للبني ادم اللي يكرهك في الكوره. ده حقيقي. فرقته دي تبقى انت مش طايق تتفرج على الكوره، تكره الدوري المصري بسبب فرقه طارق العشري. بس هو ستايل. لا ده مش ستايل على فكره. لا يخنق الفرقه اللي قدامه. حلو الستايل مدرب بس ما يقدروش. الناس اللي هي مدرسه ديشامب دي يعني لا الناحية يا التانية- ريت شامبا. يا ريت فعلا. الناحيه الثانيه حسام البدري انا بالنسبه لي برضو مدرب يعني بس انت اخترت مين كده؟ لا انا طبعا انا العميد. العميد. اوكي. طبعا يعني راجل اولا نجح مع انديه لا تذكر. على رايي كان اسمه نجح معاهم ازاي يعني؟ بالظبط. يعني انت مثلا انت لو تفتكر احمد ياسر، عارفين احمد ياسر طبعا عن مصر. لما يقول لك يا باشا حسام الحسن وصل بينا الثالث ولا رابع دوري بالمصري بميزانيه 20 جنيه. حرفيا هو في مبالغه وفي كل حاجه. بس ده مش حقيقي على فكره. لا لان كامل ابو علي كان بيصرف كويس على النادي ساعتها لما لا 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 ولا اي صرف بالمقارنه بالاخرين. لا على فكره كامل ابو علي كان بيصرف كويس قوي على مش في النادي الفتره دي خالص. وهو اصلا حسام حسن مشي ليه؟ وكان بيروح يجيب لعيبه، ده بيدور على لعيبه. كان انا فاكر كويس مع مرحله المصري دي بيروح يجيب لعيبه انت فعلا ما سمعتش عنها قبل كده. انت تاخد له لقطه برضه زي كابتن لا طارق. ليه يا باشا؟ مع الزمالك لما تيجي تنقل الزمالك من مركز 14 لعلى بعد 3 بونت من الاهلي، مركز ثاني على بعد 3 بونت، وبتلاعب الاهلي وماتش طلعان عين للاهلي اللي هو بيدربه مين بقى؟ حسام البدري. لا كان حسام البدري. كان في جوزيه قبلها. كان جوزيه قبلها برضه. جوزيه بعدها مش قبلها. المهم يعني بغض النظر لا جوزيه قبلها الماتش 2-2. ده بعدها. اللي قبلها كان 3-1. لا ده كابتن حسام بدري اللي كسب 3-1 نهائي الكاس. بالظبط ده قبل 2-2. ماشي. جوزيه جه بعد الثوره. 3-1 ده كان قبل الثوره 2010. ماشي. انا حافظ التواريخ اصلا ما تخشيش في القصه دي هزعلكم. تمام. المهم يعني ايوه صح. في الفتره دي اتعادلوا 3-3. الجون بتاع بركات اللي في اخر دقيقه. حلو. بعدها بشهرين قابلوا بعض في كاس مصر، الاهلي كسب 3-1. بالظبط. سافرته كابتن. في الماتشين الزمالك بيتقدم الاول مع ان دي مش شخصيه الزمالك. المشكله في الماتشين لا بالراحه في الماتشين الزمالك مش ده الزمالك بتاع 10 سنين قبل و10 سنين بعد. ده زمالك مميز. الزمالك حسام حسن. طيب اللعيبه اللي في الزمالك لعيبه تقارن باللعيبه اللي في الاهلي؟ لا طبعا. في الفترتين دول لا معلش ده الفارق
لصالح لعيبه الاهلي كبير وكبير قوي 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 يعني. ومع ذلك الراجل بيغزل برجل حمار، بيوصل باقل الامكانيات لابعد نقط ممكنه. انت ما شفتوش لو بيدرب الاهلي كان يوصل لفين؟ ممكن. ده فدي حقيقي. دي هتفضل، بص هيفضل دايما حته انت دربت الاهلي ولا ما دربتوش، ده عامل حاسم. انت لعبت في الاهلي ولا ما لعبتش، ده عامل حاسم. طبعا. يعني زي مثلا لعيب من اللعيبه اللي كان المفروض هيبقى معانا، بس احنا ايه عشان ما نطولش قوي فاحنا لاغيين اسمه، صلاح امين. كان لاعب صدقني من المعدودين في الكره المصريه، بس مهاجم شامل. ما لعبش غير في مستويات في الوسط، طلع الجيش مش عارف فرق الوسط. طب الراجل ده لو في الاهلي يا جماعه، زي لما كنا في اول الحلقه بنقول على النني، ما انت اصلك في ارسنال، ما يا صلاح ما انت اصلك في ليفربول. طب ما ادراك لو ابو تريكه في اوروبا من عنده 18 سنه كان وصل فين بالموهبه دي؟ ما ادراك بركات لو كان وصل اوروبا من عنده 18 سنه كان وصل فين؟ الناس دي، وعلى فكره الناس دي عقلياتها ما كانتش مثلا اللي هي ايه هي سبب مشكلتها، لا الناس دي عقلياتها كانت منضبطه وكانت مموته نفسها في الاهلي 5-6 سنين رغم من انعدام الحوافز، بيعرفوا يخلقوا لنفسهم حوافز ويفضلوا مموتين نفسهم. فالمقارنه هتفضل دايما اللي هو انت ما جربتوش هنا وانت ما شفتوش هنا. ده حقيقي. لكن في ضوء بقى اللي انا شفته من حسام حسن في كذا تجربه، فيها تجارب اكيد يعني مثلا تجربه بيراميدز كانت تجربه مش ناجحه خالص بالظبط، رغم ان قصر مدتها جدا 5 ماتشات تقريبا حاجه كده. فبرضه ما تقدرش تحكم قوي. انما انت لما كنت بتروح المصري فجاه بيبقى له شخصيه وبيبقى والاتحاد حاله ولا لا. طب تسيب المصري بيكمل كده بينهار، تروح الاتحاد تلاقي الاتحاد شم نفسه، يسيبه ينهار. يبقى انت علامه مضيئه لاي نادي بتخش ان انت بتشممه نفسه. بس ما بيكملش مع الزمالك، مع المصري، مع الاتحاد، ما بيكملش. مشاكل مع الاداره يا اسس، ما ده جزء من يعني مشاكل مع الاداره. بص ديربي ما برضو انت ما تحسسنيش ان الادارات دي يعني انا اني شبه يعني موافق على كلامك، بس هي الفكره في الانجاز. يعني الفكره في انت ما وصلتش، يعني او حسام حسن ما وصلش ياخد بطوله. ما هو على امل عشان ياخد بطولتين، على امل انه يقدر يعمل ده مع المنتخب يا رب. اتمنى. اول تجربه الى حد ما، على فكره مش 100%، الى حد ما معاه ادوات، انما برضه ستيل مشاكل مع اتحاد الكره منطقي جدا انها تحصل. لا وادوات مقارنه بمستويات الفرقه الثانيه هم احسن منه برضه. يعني انت لما تيجي تقارن سكواد مصر بسكواد السنغال، ما هو انت يعني فاهم زي ما سكواد السنغال اقوى. لا طبعا ده اللي قصدي فيه ان هو ما اقدرش اقول ان هو معاه امكانيات يعني كانه بيدرب الاهلي، لا هو برضه ستيل مثلا بيدرب المصري او الاتحاد في وسط افريقيا. خلي بالك برضه في لقطه، الراجل متصدر له كارثه زي بتاعه خلاف مع صلاح وهو لسه لا مش متصدر له، يعني خلينا نخش في السكه دي. لا بص معلش، ده شغل اعلام، ده شغل اعلام الصراحه. لا ديربي هو اللي هو تصدر لنفسه. هو انت ايه مشكله ان اي واحد في كام مليون واحد في مصر كان بينتقد صلاح وقت بطوله افريقيا؟ طبيعي. هو ما طبيعي انتقد، وانا راجل محلل ومدفوع لي فلوس وجاي القناه والمذيع كان مهيب عمال يقول له لو انت مدرب تطلع صح، عارف اللي هو الموضوع مش انتقاد، اللي هو كأن انا لو قلت لا اطلع جبان بقى يبقى انا راجل جبان. احنا اتكلمنا في الموضوع قبل كده مش عايز اتكلم فيه تاني، بس هو ما كانش انتقاد بس يعني خلاص خلينا نرمي الكلام ده على ظهرنا. بس هو انت كلامك صح، لانك انت حتى دلوقتي في الكره العالميه لما تيجي تقول مثلا هو ديشامب احسن ولا دي زيربي، فاهم؟ هتبقى في حاله جدليه كده. ما هو دي زيربي ده بيلعب كرة بس ما عملش حاجه، والفرق وبرايتون وتاني موسم ما اعرفش ايه. برضه فكره ان هو بيدرب منتخب، هو مفيش احتكاك مستمر باللعيبه، مفيش معسكرات طويله اللي هي ميزته بالظبط. فانت بالتالي هتفضل دايما الحاله الجدليه دي. بس هو كابتن حسام عندك وجهه نظر في اللي بتقوله، بس هو برضه ما وصلش مرحله انه خد بطوله بالفريق ده. بص انا عندي وجهه نظر انه في مصر ايا كان منصبك، لعيب كوره، مدرب، اداري، اعلام، ايا كان انت بتعمل ايه في الكوره في مصر، لو انت على خصومه مع الاهلي وجمهور الاهلي فانت شبه مقري، انت على تكون في قبرك باقي بس ايه نرد. لازم نعترف بده، هو ليه عداوات للاسف باقي الرد. هو راجل، لا انت هو على فكره لولا بس مش هو اللي عامل عداوات، هو الناس ما بتحبوش كتير في المنظومه. وعلى فكره من اهلي ومن زمالك، ده حقيقه. اللي راحوا اهلي وزمالك دول خلي بالك بقى عاملين زي اللي راقص على السلم، لا دول معتبرينك ابنهم ولا دول فاكرين لك الخير. خلاص كده انت وقعت يعني في حته رمادي كده. الزمالك بس خلي بالك هو لولا ان هو في الاول وفي الاخر حسام حسن، لولا ان تلاقي جمهور الاهلي يعني ايه بينك وبينه كده في القعده على جنب تلاقيه يقول لك لا برضه حسام.
يعني وكمان عشان مع المنتخب. بس على جنب كده مع الزمالك تلاقي يا جدعان برضه الحميد لا حسام الحميد صراحه عارف ايه. عشان المنتخب كمان. انما هل انت من جوه بقى من قلبك؟ من قلبي انا مش جمهور، مش هدافع عنه. اصله هتصدر له لان يعني. كمان اصله حسام ولقطاته السيئه كتير. اكستريم. لقطاته السيئه كتير. اكستريم في حاجتين، ان هو أخلاقية يعني. طبعا دي نقطه، بس قصدي هو ليه ستيل جمهور الاهلي بيحبه؟ لان هو في نقطتين. النقطه الاولانيه هم حاسين لغايه دلوقتي في جزء كبير من جمهور الاهلي حاسس ان هو حسام ماشي غصب عنه، هو ما كانش مش هو اللي مثلا لف عشان ياخد فلوس اكتر ولا ما اعرفش ايه. دي نقطه. او مش قاصدين حد طبعا يا استاذ اسامه طبعا فاهم. النقطه الثانيه ان هو مع المنتخب نفسه ده مؤاخذه يا عم ريكس بالظبط كده، ما بيلفش ويروح ياخد صورات ويحطها في بيته بالليل، دي قصه ثانيه. فهو مش غصب عنه، فبالتالي هو لو كان فضل كان ممكن يقبض مرتب اقل من كده يفضل في الاهلي، ما عندوش مشكله. الحقيقه النقطه الثانيه طبعا مع المنتخب، حسام 98 وكاس العالم 90 ومشكلته مع الاهلي كان منوره. ابراهيم وكابتن ثابت الله يرحمه مع كابتن صالح. ابراهيم حسن هو الخناقه على ابراهيم حسن. على ابراهيم بالظبط كده من الاخر يعني. وانا احيي وخناقته لغايه دلوقتي خلي بالك وانا احيي كابتن حسام على تمسكه بكابتن ابراهيم، وان هما الاثنين تمام عمر تمام علي هما الاثنين توأم برضه. اصل دي حاجه برضه حاجه في طبعا حاجه غصب عنه، هي حاجه غصب عنه ولغايه دلوقتي لسه بقول لي ماشي. بس لو اخوك مره واثنين وثلاثه على مدار 10 و15 بياخدني لتحت سنه ولا هو السبب في ان انت بتقع، ما هو برضه ده مش صح. ده مش صح. هو بالنسبه له حسام في حاجات عجيبه يعني. بس هو مشكله ان هو النيرف العالي عند ابراهيم اكتر عن ايوه بس هو حسام مش مقتنع بكده، ما دي برضه نقطه ثانيه خلي بالك. ولا لو جبت ولا هيقتنع. ايوه هي دي القصه، الموضوع انتهى. يعني انت مقتنع كاخ ان انت يا ابني مثلني في حالي بقى وسن اكبر شويه، لكن انا مقتنع اصلا يعني ده هو صح، في ايه ما تلموا نفسكم، هو في ايه لما يلطش قلمين عليه هما الاثنين واحد ما فيش داخل بينهم خير يعني. بالظبط يعني ربنا يخليهم لبعض بقى طيب احنا كده قفلنا اوراقنا للحلقه الاولى. نلملم اوراقنا الجايه بقى هنبقى عندنا بقى في الكره العالميه والكره المحليه والجيل الذهبي للاهلي والجيل الذهبي للزمالك موال كبير قوي. عندنا النوع ده من الحلقات ان شاء الله يعني الناس تشارك معانا في الجدال ده. لو الناس اتشدت كده في اراء ان شاء الله النوع ده. لو حد عنده راي لعيب عاوزين نحطها ونقول راينا يقولوا لنا برضه. الله عليك. بالظبط. نختار كده في مركز معين ويقولوا لنا اسامي فيها. الله عليك. حابين نتكلم عنه يعني الصراحه يعني اتمنى تكون سمعت. قاعد هناك اهو على الكنبه نمت سايب الفيديو شغال ولا نمت ولا ايه؟ اتمنى تكون سمعت الاخر. ارمي لنا لعيب في الكومنت كده لاعبين ثلاثه واحنا عنينا ليه. طيب في نهايه حلقتنا بشكر جدا 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 حبيبي يا دربو، بشكر روجو حبيبي يا دربو. بتمنى يا رب تكون الحلقه كانت مسليه وخفيفه ولطيفه كده عليكم. وفي اول الحلقه زي في اخرها بنفكركم بالدعاء لاخواتنا في غزه بالمقاطعه والتبرعات، وربنا يا رب يكون في عونهم وينصرهم يا رب ويطمن قلوبنا عليهم. واخر حاجه ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، ونشوفكم ان شاء الله على خير في الحلقات القادمه. السلام عليكم.